أي حد يعمل معي أي حاجة ربنا يدي الصحة والسعادة ويخلي العيال. شاربين مرار عايشين على الفول والطعمية. ايه الاحوال عم؟ الحمد لله مستورة. مستورة. مستورة الحمد لله. انا برضو نزلت هنا البلد عندكم، اهل الخير يعني دلوني عليك، فبرضه من ضمن الحاجات برضه اللي هم قالوها لي ان انت كان عندك زوجتك الله يرحمها. بالظبط، وديتها اليوم بتاع معهد الأورام، قعدت فيها أسبوع. الحمد لله. الحمد لله. سايبها ل4 3 ولد وبنتين، بنت صغيرة بتاع سنة 6. ودينا قاعد جرى نشتغل قوي صناعة يعني. أروح من 10 الصبح لغاية الساعة 11 12 بالليل 100 جنيه 80 جنيه. ومش هنقول هنجيب لقمتنا اليومية 80. 80. أنا الجو الدنيا مريحة. ودينا ساتر نفسي وساتر بنتي وأحسن من بهدل. الحمد لله. أنا سايبها لها عائلة صغيرة ومحافظ على قدر بحر ولا قبل زي ما أنت شفت جيت الاثنين. بس يعني أشتغل أسبوع أنام أسبوع أنام 4 أيام عشان معي واحد برضه حالتي شغال. والحمد لله. وعندي البيت جوا مرة خالص. عملت ايه في زيادة الأسعار اللي حصلت؟ والله العظيم ما هقول لك ايه، بس ما فيش. شاربين مرار عايشين على الفول والطعمية. والله العظيم زي ما كلمك الدنيا يمينا احنا حسبنا على ربنا. الوضع صعب. من غلا الاسعار. كيلو السكر دلوقتي هنجيبوه ب 70 80 جنيه وما لقينوش، قادرينش نجيبه. هنقول الحمد لله هنجيبوا شوية الفول شوية الطعمية والعشاء ومقضينه الحمد لله. احسن من غيرنا برضه. الحمد لله. الحمد لله. هنعمل ايه؟ الحمد لله. هي الدنيا كده وربنا يسترها ان شاء الله. احنا بنطلع في الشارع وبنعمل مسابقة مع الناس. بسألك سؤال لو انت جاوبت عليه فيه فانت بتكسب معانا. شهر رمضان كم يوم؟ 30 يوم 29 يوم، بس هو 30 يوم. 30 يوم او بيجي 29. طيب الشهر اللي قبل رمضان ايه؟ اللي قبل رمضان شعبان ورمضان يعني يعتبر رجب شعبان رمضان. اللي قبل رمضان شعبان. واللي قبل شعبان رجب. الله ينور عليك. رمضان عليك. برضه في شويه في الذاكره برضه. اكيد طبعا. اكيد ده حاجه اساسيه. حاجه انت كسبت معانا. الله يخليك. الله يبارك فيك. تخيل كسبت ايه طيب؟ والله اللي يجيبه ربنا كله زين. هنقول الحمد لله. احنا اللي يجيبه ربنا كله زين. الحمد لله. بس عايزينك شاكتك من فضل ربنا يستر علينا بس، والرب يعيننا الحمد لله. دي جايزه ماليه مقدمة ليك من مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية. حابب أقول لك كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم علينا وعليك وعلى أولادك جميعا يا رب. تفضل يا مفاتيح. الله يخليك. شكرين. بارك الله فيكم. شكرين جو منكم. إن شاء الله. يعني يمكن لعل وعسى نكون إحنا جينا في وقتنا، أو يمكن أهل الخير دلوا في الوقت المناسب. الله يبارك. يمكن أنت في الوقت برضو ده كنت محتاج عشان داخلين على رمضان. والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس عايزين نشوف حكاية البيت. أنا البيت هيبقى على ده إحنا كده برضو جايين. شكرا لك. الله يخليك. شكرا. إيه الأحوال يا حاج؟ لا أنا جوزي محبوس لي دلوقتي 8 سنين، ودلوقتي أنا معايا بنت وولد. والبنت يعني خدت دبلوم، ودلوقتي قلت بدل ما تقعد في البيت وحديها عشان أنا شغالة في حضانة خلتها قدمت في معهد خاص تمريض. المعهد ده يعني ب5000 كده قصدينهم لي كل شهر أدفع حاجة، وأنا شغالة في حضانة كده يعني كل شهر أخد يعني 900 كده، وواخدة يوم إضافي أخد 100. اليوم ده أقعد لغاية العشاء حفظ قرآن. ومعايا الولد ده وقع على رجله 3 مرات يمكن على الركبة دي. كل ما أوديه شغلانة ما نفعش. عنده يعني دلوقتي 16 سنة. طب وانتوا الحال ايه معاك؟ وانا دلوقتي قاعدة عند بيت اخويا في دور ارضي، وحتة دي ابيع دهان ربع جراد برضه ناس ساعدوني فيها بنور الدور، بس نفسي حتى في اوضة فوق، ونفسي حتى الحمام ده يتعمل عشان بنتي كبيرة وما اقعدش عند حد واجي اقعد هنا. طب انت يا حاجة بتصرفي منين؟ ما انا اللي اخذهم من الحضانة وكده. في اي معاش اي مصاريف تاني اي حاجة؟ لا والله انا في جمعية مثلا تدينا كيس رز تدينا بتاع في البلد حاجة زي كده. بصي يا حاجة، احنا عاملين مسابقة. تمام. المسابقة دي مسابقة خيرية يعني. انا بسألك سؤال ولو انت جاوبت علينا فيه فبتكسب معانا. لو كان سهل. اكيد سهل. ايه اقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الإخلاص. اقصر سورة في القرآن الكريم هي سورة الإخلاص. مش الكوثر؟ كوثر. كنت راح إنا أعطيناك الكوثر. حافظاها؟ أيوة. كسبت معايا. مخي ضرب. أقول لك أنا واخدة دبلوم تجارة، بس أقول لك يعني الواحد من مشاكل الحياة برضه طبعا. أنا جبت قرض فيه برضه، قدمت على كهرباء برضه في يعني جمعية قرض يعني من جمعية كده هي أدفع كل شهر كنت حاجة وكده. وخلص؟ الحمد لله خلص.
ربنا يدوم عليك الحمد لله. ما هم بقى عملوا لي وبنوا لي، قالوا لي انت عليك الكهرباء وكده. وصلت انت فاكره كسبت معانا ايه مثلا؟ مش عارفه والله. مش عارفه صح؟ ما بعرفش لغايه. دي جايزة مالية مقدمة ليكي من مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية. هم حابين يقولوا لك كل سنة طيبة، رمضان كريم، والجائزة دي يعني ممكن جت في وقت عشان تجيب طلبات رمضان وحياة رمضان. شكر ربنا يخليهم ويديهم الصحة، وكل سنة هم طيبين. خليهم أولادهم وسع عليهم إن شاء الله. الله يخليك، ألف شكر. شوفي في فلوس ولا لا؟ يمكن مفيش حاجة، يمكن حاطين ورق. والله أنتوا جايتكم يعني بالدنيا كلها، حتى لو في حاجة لو فاضي خلاص. الله يخليك. راحت حامد ربنا يعني. ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. ربنا يديهم الصحة ويخلي لهم أولادهم إن شاء الله، ووسع عليهم إن شاء الله، وكل سنة وهم طيبين. وأنت تشكر. كل سنة طيبة ورمضان كريم، وإن شاء الله بإذن الله يعني أهل الخير برضو اللي هيشوفوا معانا الحلقة بإذن الله، كل اللي هيقدروا عليه ربنا في حاجة، سواء في إن هم يشوفوا البيت، يشوفوا الطلبات، الحاجات دي كلها إن شاء الله خير. ألف شكر والله، وأنا أشكرهم. أي حد يعمل معي أي حاجة ربنا يدي الصحة ووسع عليه ويخلي العيال في الأيام الكبيرة دي. شكرا لي. شكرا والله. رمضان كريم. برنامج الصعيدي في الخير برعاية مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية، شركة المستشار العقاري، مطعم قصر الوليمة.